بس على صوت. ماشي. دلوقتي احنا اولادنا بعد ما انتهت الجلسه بمرافعه النيابه الظالمه اللي اللي قالت اتهمت ولادنا وسببت تهم لاولادنا من غير اي ذنب ومن غير اي دليل لسه. فدلوقتي قسموهم دلوقتي على 3 سجون، رموهم في 3 سجون. في سجن القاهرة 12 نفر دول اتضربوا واتهانوا فيه، وفي سجن شديد الحراسة 12 نفر مع عددهم من حراسة حمامات وأوض فيها عقارب وبيستغيثوا، محدش بينجيهم من أي شيء. أما اللي في الاستقبال دول قاعدين كويسين ال 12 نفر. فاحنا الوقت اللي بنطلبه إن عيالنا تتعامل كويس وخلاص. طب هم دلوقتي نقلوهم بعد الجلسه نقلوهم السجن اللي كانوا فيه اتنقلوا منه ليه؟ بعد الجلسه اللي فاتت ما تنقلوش فيه، ده هم طلعوا من الجلسه ودوا كل واحد في مكان بعد الجلسه على طول. ده اخر يوم اللي كانت يوم الاثنين مرافعه المحامين بتوعنا بقى. طب المعامله هناك انتوا هتروحوا الجلسه؟ طيب المعامله كويسه؟ في الجلسه كويسين. هو في الجلسه هيبقى في معامله مفيش حد بيضايقكم من بره وانتوا رايحين؟ لا مفيش اي جلسه لا، واحنا طبعا بنتعرض لاهانات كتير من اهالي العيال اللي ميته، بس احنا بنضطر نسكت لان احنا عايزينهم بره وبنراعيهم من جوه المحكمه. جوه لما ما بنشوفوش بعض احنا بره، احنا ما بنشوفوش بعض بره، احنا بنتقابلوا جوه. يعني جوه بقى بيبقى في اهانه. حد بيأمنكم وانتوا طالعين من في اهانه. بنطلع من باب تاني غير الباب اللي هم بيطلعوا. ايوه، هم لهم بوابه بيخشوا منه واحنا لينا بوابه بنخشوا منها. ما بنطلعش من البوابه اللي هم بيطلعوا منها. بس بقى في ساعه الجلسه بقى بعد الجلسه ما بتنتهي الفاظ بقى وقله ادب وشتيمه وقله. احنا بنتعرض منهم لاهانات كتير، بس احنا ما بنقدرش لان احنا عاذرينهم. احنا عاذرينهم واحنا قلبنا موجوع على عيالنا اللي متاخده ظلم، وهم كمان قلبهم موجوع على عيالهم اللي ماتوا. يعني احنا بنقول ربنا ينتقم اللي كان السبب واللي عمل العمله دي، اللي حرق قلبهم على عيالهم وحرق قلبنا على عيالنا المظلومه وظلم عيالنا. بس ان شاء الله ربنا يطمنكم.